السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تشوفوني أنا شيماء، ياريت تشرفوني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. هنعمل بسكوت للشتا طبعا وجو الشتا، لزوم السقسقة كده تحت البطانية. مقاديره سهلة وبسيطة جدا وكلها في البيت، ومش هيحتاج مكنة ولا وقفة كتير ولا وجع قلب. مش هياخد منك أكثر من ربع ساعة. معانا دلوقتي البطل بتاع الوصفة اللي هي الفانيليا البرتقال، ومعايا هنا ربع كوباية من الزيت و100 جرام سمنة على زبدة. انا هسيب لكم المقادير بالظبط في صندوق الوصف. ومعايا هنا كوباية سكر و3 معالق حليب وبيضاية واحدة، وهنحتاج 3 كوبايات دقيق متعدد الاستخدامات. دلوقتي حطيت الزبدة على الزيت على السمنة والسكر البودرة، وابتديت اضرب بالمضرب. لو حضرتك عندك مضرب او هاند بلندر مفيش اي مشكلة، هتضربي كويس لحد القوام ما يبقى معايا تقيل بالشكل دوت، وهيبقى كده كريمي والسكر داب كويس جدا. بصوا والله انا حطيت بيضاية واحدة، هي طلعت بصفارين بس، هي بيضة واحدة بس. هي كانت الوصفة مرزقة والله، كله كان قدامكم اهو. هي بيضة واحدة وطلعت بصفارين. دلوقتي حطيت البيضة بعد ما ضربت كويس، وبقى الخليط عندي قوامه كده تقيل ولونه ابيض فاتح. وحطيت الفانيليا البرتقال، وهبتدي دلوقتي احط ال3 كوبايات دقيق على مراحل. هتلاحظوا معايا الخليط بدأ يبرول كده، ما تخافيش خالص. انا بلم بس الخليط مع بعضه. وطبعا اللبن عندي مغلي جدا، ما تخافيش من اللبن ان هو مغلي، مش هيسوي البيض ولا هيسيح السمنة عندنا ولا اي حاجة. ده هما 3 معالق. وحطيت دلوقتي نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وضربت تاني علشان ألمهم مع بعض. لان طبعا البسكوت مش عايز يبقى فيه عجن كتير عشان ما يعملش معايا عرق. زي ما حضراتكم شايفين انا لميت كده العجينة بقت معايا مظبوطة حلوة جدا. شايفين شكلها؟ جبت بقى القمع دوت كيس حلواني وحطيت فيه القمع ده اللي هو بيبقى مشرشر من يمة وسادة من اليمة التانية. وجبت معايا صينية مش مدهونة اي حاجة، ويستحسن ألمونيا علشان بتوزع الحرارة كويس جدا. وزي ما حضراتكم شايفين انا بضغط على حتة من تحت كده وماسكة القمع من فوق علشان خاطر ما يتعجنش معايا وانا بعمل، في ساعتها يكون اللي معايا عرق في البسكوت. وده شكل تاني من البسكوت عملته كده، بس ما انصحكوش بيه لانه طلع شكله مش حلو في الاخر. عايزه اقول لكم البسكوت وهم وريحته حلوه جدا 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 ومخرفش كده، وبصراحه مش هتندمي ان انتي جربتيه. ونصيحه تانية، اعملي منه مقدارين. هو قعد معايا بالظبط ربع ساعة في الفرن. انا كنت مولعة عليه من تحت بس في لون خد معايا من فوق كده، كنت ولعت الشواية بس انا سبته كده واخد لون ذهبي من تحت ولونه فاتح قوي من فوق. هو لازم يستوي كويس البسكوت. هو كده طعمه حلو. زي ما انا بوريكم، انا اول ما بطلعه من الفرن بيبقى مستطري شوية. بتحركيه طبعا على طول عشان ما يسمخش معاكي في الصاج او الصينية اللي انتي مسوية فيها. شايفين؟ اللهم بارك. الكمية دي وغير طبعا ولادي كانوا واخدين منهم كل الكمية ديت ب3 كوبايات دقيق. اتمنى تجربي الوصفة هتعجبك جدا، صدقيني حلوة. ولزوم السقسقة كده في الشتاء، الجو ساقعة وبنبقى عايزين حاجة تسلينا. شايفين من جوه ومخرفش وجميل كده وحلو قوي بصراحة. يعني انا لو فضلت اتكلم عليه من هنا لحد السنة الجاية انا مش هوفيه حقه، ريحته وطعمه حلو جدا جدا جدا. لايك وشير للفيديو.